سنة 1890 وبالتحديد في أسيوط أيام ما كان اسمها الأشمونيين، ظهرت فجأة ظاهرة غريبة جدا. كانت الظاهرة دي عبارة عن جرائم قتل للشباب والبنات اللي عمرهم بيتراوح بين 17 و 18 سنة، وبيتم التعرف عليهم عن طريق راس الجثة اللي بيلاقوها بس، وده لأن أصلا دي الحاجة الوحيدة اللي الأهالي بتلاقيها أو رجال الشرطة عموما. أول جريمة كانت لبنت اسمها فيروز، عمرها بيتراوح بين 17 و 18 سنة. كانت متعودة دايما تلعب في أراضي أبوها مطاوع بعد ما بيحصد الزرع، وبما ان ارض ابوها قدام البيت على طول، فكان ابوها الحاج مطاوع مدي الامان ان بنته مش هتروح بعيد. بس لما انشغل عن مراقبة بنته لدقايق ودخل لمراته اللي كانت عايزاه يساعدها في تحضير الاكل على الطبلية، رجع ملقاش فيروز، اختفت فجأة من وسط الارض. فضل مطاوع ينده عليها كتير في جميع انحاء الارض ويدور عليها، لكن للاسف ما كانش ليها اي اثر. لكن مطاوع كان مصمم يكمل تدوير عليها، كان عنده امل انه هيلاقيها، وفضل طول الليل يبحث ويدور لحد طلوع الصبح، لكن مفيش فيروز. تقدر تقول كده الارض انشقت وبلعتها. مطوع ومراته لما ملقوش في فايدة في البحث اللي عملوه، قرروا يروحوا على نقطة الشرطة اللي جنبهم علشان يقدموا بلاغ انهم مش لاقيين بنتهم. في البلاغ ده قال مطوع ان بنته اختفت وهي بتلعب في ارضه وما يعرفش راحت فين. رجال الشرطة في الاول كانت ممنعة تروح معاه لانهم لازم ينتظروا فترة بعد الاختفاء علشان يتحركوا، وفي احتمال انها ممكن كمان شوية تظهر لوحدها. لكن بقى لما شافوا حسرة امها وابوها عليها، راحوا معاه على المكان اللي اختفت فيه. راح معاه 2 من رجال الشرطة علشان يبحثوا بطريقتهم الخاصة، واثناء ما هم بيبحثوا في الارض بتاعته بيكتشفوا المفاجأة والمرعب في نفس الوقت. لقوا راس بنته فيروز مرمية ومقطوعة بطريقة بشعة، لكن الراس كان معمول فيها فعل مريب شوية، وهو ان شعر الراس مش موجود. ابوها مطوع وامها سعاد لما شافوا منظر راس بنتهم لطموا على خدهم، وده من قهرتهم على بنتهم اللي جت بعد تعب سنين كانوا بيتمنوها من ربنا، وبعد ما ربنا رزقهم بيها وكبرت تروح في غمضة عين. في الوقت ده بقى القضية اتغيرت وما بقتش اختفاء جثة، بقت جريمة قتل، وكده في حاجتين ناقصين: جثمان فيروز والقاتل. بدأت الشرطة تعمل تحريات وفريق الطب الشرعي وصل المكان. فضلوا ليالي بيبحثوا عن حاجة تدلهم على أول الطريق، لكن للأسف ما كانش فيه أي آثار لأي حاجة. جريمة معمولة بكل إتقان، ده حتى ما فيش بقع دم موجودة في أي مكان غير المكان اللي اتوجد في راس البنت فيروز. شهر كامل كانوا بيبحثوا فيه عن القاتل، وكانوا بيعملوا تحقيقات مع الأب والأم والجيران، لكن للأسف كل ده ما وصلش الشرطة لأي حاجة، والملف بعدها اتقفل ضد مجهول لحد ما تظهر أدلة جديدة. لكن باين كده القاتل ما اكتفاش بالجريمة الأولى بس، لأن بعد سنة من تاريخ جريمة فيروز ظهرت جريمة جديدة، لكن المرة دي الشاب اسمه عاطف في نفس عمر فيروز، يعتبر 18 سنة، وبرضه بيختفي في ظروف غامضة، وبرضه كمان في أرض زراعية. وبعد بحث كتير بدون فايدة، تاني يوم من اختفائه تلاقي الشرطة راسه مقطوعة ومرمية في المكان اللي اتخطف منه. الشرطة هنا عرفت انها بتتعامل مع قاتل بيختار الضحايا بتوعه بعناية، يكون جسمهم خفيف لحد ما، لانها لاحظت التشابه بين الجريمتين وعرفت انه بيخطف اللي سنهم وجسمهم صغير بس. في سنة 1892 بعد الجريمة الأولى بسنتين، أصدرت الشرطة بيان بإن جميع الأسر اللي في البلد تخلي بالها من أولادهم وتحافظ عليهم، ومحدش يخرج منهم غير للضرورة القصوى. وكمان أصدرت قرار بتفتيش جميع البيوت اللي في القرية دي، وهي طبعا مش كبيرة زي دلوقتي، صغيرة جدا، والتفتيش ده مش هياخد وقت كتير، ممكن أسبوع كامل والبيوت كلها تكون اتفتشت. الشرطة كان عندها أمل تلاقي أي خيط يدلها أو حتى على ملابس الجثث، لكن تم تنفيذ قرار التفتيش ومفيش فايدة برضه. القاتل مجهول ومحدش عارف طريقه ولا شكله ولا أي ملامح ليه إذا كان صغير ولا كبير. الشرطة وقتها كانت ملقباه بالقاتل المهووس، واللقب ده قبل ما يعرفوا حقيقته، لأن الشرطة كانت شاكة أو شبه متأكدة إن القاتل ده بيعتدي على الجثث جنسيا وبعدين بيتخلص منهم. لكن بعد ما الشرطة نفذت قراراتها وما حصلش أي جديد في القضية، قفلت ملف عاطف لمجهول بسبب عدم كفاية الأدلة. وبعد ما الشرطة قفلت الملف ظهرت جريمة جديدة. الظاهر كده القاتل أول ما يعرف إن الشرطة قفلت ملفه بيبدأ يرجع للقتل من تاني، لكن الجريمة المرة دي مش في نفس أعمار الجرائم اللي فاتت، لا ده الشخص أكبر شوية في العمر وكان اسمه سعيد. ورغم إن الجثة دي كبيرة شوية لكنها اختفت بنفس الطرق اللي اختفت بيها الجثث اللي فاتت.
لكن سعيد ده ممكن تقول عافر شوية غير الباقيين قبل ما يتخطف. صرخ صريخ عالي قوي علشان صاحب الأرض فهيم اللي سعيد كان شغال عنده يسمعه ويجري عليه، لكن للأسف ما لقهوش. فهيم وقتها فضل ينده عليه كتير بس ما كانش سامع صوته. يومها كانت الأرض عتمة، وبسبب كبر سن الحاج فهيم قرر يرجع البيت يجيب عصاية وعليها قماشة متغرقة ببنزين ويولع فيها، وده علشان يقدر يبحث على سعيد وهو شايف. بيقول فهيم انه شاف علامات في الارض، والعلامات دي بتدل على زحف الجثة من الارض الزراعية لحد الطريق. كمل فهيم مشي وتابع العلامات وعدى الطريق علشان يلاحظ ان العلامات كلها مكملة وانتهت عند ورشة بلال السباح. وعلى لسان فهيم بيقول ان اول ما لاحظ ان علامات الزحف بتنتهي عند ورشة بلال شك على طول فيه، وجرى على نقطة الشرطة بلهفة وجسمه كله بيترعش ومرعوب. واول ما وصل هناك ما كانش في لسانه غير انا عرفت القاتل، انا عرفت القاتل. الشرطة ساعتها ما كانتش فاهمة حاجة من فهيم لانه كان بيتكلم بسرعة وبلهجة سريعة قوي، لكن بعد ما هدى شوية وقال بلاغه فهمت الشرطة منه اللي جاي يبلغ عنه. استجابت بسرعة وراحت على مكان الورشة اللي في منطقة هادية جدا محدش بيعدي فيها كتير، ووقت وصول الشرطة عند الورشة كانت مقفولة. ولما سألوا على مكان السكن بتاع بلال السباح واحد دلهم انه بعد كام بيت من بعد ورشته. خطوات الشرطة كانت سريعة جدا لانها عايزة تلحق قبل ما تحصل اي مصيبة او جريمة جديدة. وصلت الشرطة قدام بيت بلال المتهالك، كان عبارة عن حوش كده صغير يدخلك على باب البيت. التوقيت كان في حدود 12 بعد منتصف الليل. خبطت الشرطة على باب بلال، وبعد كام دقيقة كده استجاب بلال وفتح لهم راجل كبير في السن، تقدر تقول عمره كده فوق ال50 سنة، لابس جلابية مهرولة مقطعة من كل حتة. تفاصيل وشه المجعدة وظهره المحني بتأكد انه راجل كبير في العمر. اول ما الشرطة شافته راحت مقتحمة المنزل. بلال او الحاج بلال ما كانش فاهم الشرطة بتفتش بيته ليه، فضل يسأل كتير بس محدش كان بيرد عليه. البيت كان صغير، عبارة عن سرير صغير جدا وشوية هدوم مرمية في الأرض عفى عليها الزمن، ولمبة جاز منورة الغرفة اللي قاعد فيها، والجوزة اللي كانت مولعة وبيشرب منها. هي دي كل المتعلقات اللي عثرت عليها الشرطة ساعتها، ولا شافت جثة ولا شافت أي متعلقات تانية تخص الجثث اللي توفت من سنين. بلال السباح فضل واقف مستغرب من كمية الشرطة اللي دخلت بيته فجأة، وفضل يسأل على سبب زيارتهم ليه، لكن زي ما قلتلك محدش كان بيرد عليه. وبعد انتهاء التفتيش خدته الشرطة معاها، لكن بلال كان فاكر ان الشرطة هتاخده علشان تحقق معاه عندها هناك، لكن اتصدم لما شافهم واخدينه ورايحين ناحية الورشة بتاعته. الصدمة كانت باينة على وشه ورعشة ايده وتوتره في الكلام بتثبت ان بلال السباح مخبي حاجة ومش عايز حد يعرفها. لما الشرطة وصلت قدام الورشة اللي شغال فيها صانع السبح طلبوا يفتح الورشة، كان بيعاند وبيحاول يتحجج من الشرطة بأي طريقة علشان ما يفتحش، لكن بعد معاناة فتح بلال السباح ورشته. وهنا كانت المفاجأة بالنسبة للشرطة وكل اللي واقف. مع فتحة باب الورشة ظهرت ريحة بشعة جدا، ريحة بتقول ان الورشة دي محملة بالجثث. لكن قبل التفتيش في انحاء الورشة الشرطة لاحظت ان في صوت حد في المكان، صوت شخص نفسه مكتوم ومش عارف يتحرك. مع تتبع الصوت لاحظت الشرطة وجود شوال في اخر الورشة مربوط ومحكم جدا وكان بيتحرك جامد. لما فتحت الشوال اتفاجئت بوجود بني ادم ايده متكتفه بسلك حديد ورجلين الاتنين كمان مربوطين ببعض، وفي فتحه الفم كره صغيره مطاطيه وعليها قماشه علشان الشخص ده ما يعرفش يتكلم. الحاج فهيم اتعرف بسرعه على الشخص اللي كان في الشوال واللي هو يكون سعيد اللي كان شغال معاه في الارض عنده. لكن الافظع والابشع ان الشرطه ما لقتش سعيد، لا دي شافت بلاوي تانية كتير، بلاوي تخليك تتجنن من افعاله. كان في ممر في نهايته باب خشبي متهالك ومقفول بقفل قديم. الشرطة كسرت الباب وكان بيوصل لسرداب تحت الورشة. الريحة كانت فيه بشعة جدا ومفيش أي إضاءة في المكان. دخلوا بالمشاعل والكل كان في ذهول. الشرطة عثرت على عظام بشرية في كل زاوية في المكان، كان عبارة عن جماجم بشر وجماجم حيوانات وعظام تانية كتير. لكن الأغرب بقى كان في لوحة كبيرة واللي كانت متعلقة على الحيطة. أول ما تدخل تشوفها على طول كانت لوحة عبارة عن مجموعة من خصيلات الشعر متعددة الألوان، صفوف تحت بعضيها شكلها مقزز. الشرطة كانت مذهولة من اللي بتشوفه ومش فاهمة الراجل ده بيعمل ايه أصلا وايه نوع الحاجة اللي بيعملها بالعظام والشعر ده كله. بعدها تم اعتقال بلال السباح علشان تتفتح كل القضايا القديمة اللي اتقفلت ضد مجهول. كل التهم دي كانت موجهة للحاج بلال وهو ما اعترضش على اي حاجة لانه اعترف بكل الجرائم اللي كان بيعملها.
شاف ان مفيش فايدة من انكار الجرائم لان الشرطة قبضت عليه متلبس. بلال في التحقيقات شرح سبب خطفه للأعمار الصغيرة والأوزان الخفيفة وقال إنه استهدف خطف الأعمار الصغيرين بسبب خفة وزنهم، وإنه هيقدر ياخدهم من وسط أهلهم ويشيلهم أو يخدر الجثة بمنديل وياخدها على كتفه ويجري بيها على الورشة. كان بيحط الجثة هناك، ولما الوضع يهدى شوية بيبتدي يرجع ليها تاني علشان يقتلها وياخد راس الضحية يرجعها لأهلها. لكن قبل ما يرجعها كان بياخد شعر الجثة، ولما سألوه بتاخد شعر الجثة ليه كانت إجابته مستفزة وفي نفس الوقت مريبة. قال بلال إنه كان بيستخدم شعر الجثة علشان يستخدمه كخيط يحط فيه حبات السبح اللي بيصنعها. الشرطة كل ده ما كانتش تعرف بلال بيعمل ايه بباقي الجثة او بيدفنها فين، لكن لما بلال قال لهم انه مش محتاج يدفنها اصلا استغربوا الاجابة. وضح بلال سبب فعلته للجرايم دي وقال انه بعد ما بيرجع راس الجثة للاهل علشان يعرفوا ان ابنهم او بنتهم اتوفت، بيبتدي هو يقطع الجثة حتت ويشفيها خالص من لحمها وجلدها علشان يطلع منها اللي هو عايزه. والاساس في عمل كل الجرايم دي كلها وهي العظام الخاص بالجثة. بلال في التحقيقات كان بارد جدا وما كانش متضايق على ارتكاب الجرايم اللي عملها، لانه كان شايف انه بيعمل عمل عظيم محدش عمله قبل كده. بعد ما بيفصل لحم الجثة عن العظام بيبتدي يكسرها حتت صغيرة ويشكلها على شكل حبات صغيرة جدا على قد حبات السبحة اللي موجودة في كل بيت، وبيستخدم خصيلات الشعر كأنها خيط ويمشي فيه الحبات الصغيرة دي علشان يتشكل في الأخير سبحة كاملة كل مكوناتها من جثة حقيقية. بلال بيقول إن السبحة الواحدة من دي بتاخد منه وقت كبير جدا، بس لما كان بيبيعها بيكسب من وراها فلوس كتير. واتضح برضه من التحقيقات انه مش بيبيعها علشان يسبح بيها لا سمح الله، لا ده كان بيبيعها للمشعوذين والدجالين اصحاب الاعمال السفلية. بيقول كمان ان الناس دي كانت عارفة ان هو صاحب الجرايم بتاعة الاطفال دي وما كانش حد يقدر يبلغ عنه لانهم كانوا محتاجينه، وهو الوحيد اللي كان يقدر يصنع لهم السبحة دي. بلال قال برضو ان السبحة دي بيتعمل بيها بلاوي واعمال سفلية بتخرب حياة ناس تانية، لكن العمل الواحد كان بيحتاج لسبحة واحدة بس، وما كانش ينفع السبحة الواحدة يتكرر بيها كذا عمل. علشان كده اللي كانوا بيشتروا منه السبحة كل يوم بيطلبوا منه كمية، وهو كان بيعمل اللي عليه ويقتل في البشر. مش مهم بقى اهل تزعل على اولادها، المهم عنده المكسب اللي بيجي من ورا اللي بيعمله. بلال كمل اعترافاته وقال على المكان اللي بيخبي فيه لحم الجثث اللي كان بيقتلها، وبيقول انه كان بيرمي اللحم ده للكلاب تاكلها، والكلاب دي كل ما بتكبر شوية وعظمها يكبر كان بيقتلها هي كمان وياخد عظمها. ما كانش سايب ولا بني ادمين ولا حيوانات، كان مخلص على كله، وده شيء كان بيساعده ان مفيش ريحة تطلع للناس. واغلبية شغله كان بالليل، وعلشان محدش يشك فيه كان بيعمل سبح عادية وطبيعية جدا زي اللي موجودة في السوق علشان يوزعها على الجيران بدون مقابل، كنوع يعني من انواع الكرم. على قد ما هو كان قاتل لكن برضه كان راجل عنده اصول. بعدها الشرطة طلبت منه يعترف على الناس اللي كان بيبيع لها السبح دي، لكن هو طبعا رفض واحتفظ بالسر ده لنفسه. وبالرغم من انه تعرض لتعذيب شهور علشان بس يعترف عليهم، لكنه ما كانش بيتكلم خالص. ولحد وقتنا هذا محدش يعرف مين هم الناس دي اللي كانت بتشتري منه. لكن بعد فترة من القبض على بلال السباح اهالي البلد لاحظت انه ما اتحكمش عليه ولسه تحت اعترافات، وبسبب كده حصلت ثورة في البلد كبيرة بيطلبوا فيها بإعدام بلال قدام الجميع. الشرطة علشان تهدي أهل البلد حكمت عليه بالإعدام، لكن مش أمام الجميع. وبعد ما تم تنفيذ حكم الإعدام فيه تم هدم بيته وورشته اللي كانت شاهدة على كم كبير من الجثث. كل المتعلقات اللي كانت هناك اتدفنت وبعض الحاجات التانية اتولع فيها. فضلت حكاية بلال السباح على لسان الأهالي لفترة كبيرة، قصته كانت بتتورث وكل جيل بيطلع كان لازم يعرف بيها. لكن قضية بلال هتفضل القضية الوحيدة اللي محدش فكر أو حتى عمل زيها.